في لحظة معينة بيبقى لازم تختار إنك تمشي، حتى لو لسه فيك شوق، حتى لو لسه عندك وجع. التخطي مش نسيان ومش لا مبالاة. التخطي هو إنك تقرر توقف النزيف اللي جواك وتبدأ تلم نفسك خطوة بخطوة. إحنا دايماً بنخاف من الفقد، بنخاف نسيب اللي تعبنا عشانه، بنفكر إن الوجع دليل على الحب، لكن الحقيقة إن في وجع بيستهلكك لدرجة تنسى أنت مين. التخطي مش ضد الحب، التخطي حب لنفسك. في كل مرة بتختار تمشي مش معناها إنك ضعيف، معناها إنك كبرت، إنك شفت ووعيت، وإنك عرفت إن السلام مش في الرجوع، السلام في القبول. فكر دايما إن اللي راح كان فصل مش النهاية، والتخطي مش محطة أخيرة، دي بداية جديدة بتشبهك أكتر. خد نفس وكمل طريقك، لأنك تستحق تكون بخير. عارف اللحظة اللي بتبطل فيها تحاول تشرح؟ مش لأنك استسلمت، لأ، لأنك فهمت إن مش كل الناس لازم تفهم، وإن في وجع مكانه جواك ميتقالش. في الوقت ده بالذات بيبدأ التخطي الحقيقي، مش لما تقول أنا نسيت، لكن لما تبطل تفتح الجرح كل يوم وتسأل ليه. التخطي مش إنك توقف تحس، التخطي إنك توقف تعيش جوه نفس الإحساس. كل مرة هتلاقي نفسك بتفتكر، عادي، الإنسان ما بيتخلصش من الذكريات، بيتعلم يعيش معاها. هتفتكر وهتتوجع وهتضحك بعد شوية، هتكتشف إن الحياة ما بتقفش، وإن رغم الخسارة لسه فيك حاجة بتتحرك، ودي العلامة إنك بتتخطى فعلا. بس خليني أقول لك حاجة، التخطي مش قرار بتاخده في يوم، ولا مرحلة بتعديها بسرعة. هو طريق طويل ماشي فيه بين الحنين والسلام، وفي النص بتبدأ تفهم نفسك أكتر وتحبها أكتر. يمكن ده السبب الحقيقي لكل وجع، إنه كان بيعلمك إزاي تختار نفسك أخيراً. مفيش حاجة اسمها تنسى تماماً، لكن في حاجة اسمها تبقى بخير رغم كل اللي حصل. وفي يوم هتبص ورا وتقول أنا ما كنتش متخيل أعدي ده، بس عديت، وده هو المعنى الحقيقي للتخطي. كنت معاكم صوت صغير في آخر اليوم بيقولك خد بالك من نفسك، وافتكر إن التخطي مش نهاية القصة، ده أول صفحة في فصل جديد بيحمل اسمك. يمكن أكتر حاجة صعبة في التخطي مش الفقد نفسه، لكن إنك تتعلم تبني حياة بعده. إنك تصحى كل يوم تحاول تكون طبيعي، وفي نفس الوقت جواك فراغ محدش يعرف عنه حاجة. الناس تشوفك بتضحك، تقولك رجعت زي الأول، بس الحقيقة إن مفيش أول تاني، في بس دلوقتي، وفيك نسخة جديدة مكملة رغم التعب، رغم كل اللي راح. التخطي عمره ما كان نسيان، هو قبول. قبول إن اللي حصل حصل، وإنك تستحق فرصة تعيش بسلام. يمكن أنت مش زي زمان، بس مين قال إن دي حاجة وحشة؟ يمكن التكسير اللي حصل جواك هو اللي خلاك تشوف نفسك بشكل أوضح. يمكن التخطي مش خسارة، يمكن هو مكسبك الحقيقي. أوقات كتير هتلاقي نفسك لوحدك، مش لأنك منعزل، لكن لأنك اخترت الهدوء. هتتعلم إن الهدوء مش فراغ، ده مساحة شفاء، مساحة تعرف فيها نفسك من جديد، بعيد عن الضجيج، بعيد عن محاولات التفسير. كل مرة بتسكت بدل ما تبرر، كل مرة بتختار تمشي بدل ما ترجع، كل مرة بتسامح نفسك على ضعفك. اعرف إنك بتتخطى، وفي يوم من غير ما تحس هتسمع أغنية كانت بتوجعك وهتبتسم، هتشوف مكان كان بيكسرك وهتعدي من جنبه عادي، مش لأنك نسيت، بس لأنك اتشفيت. وده هو الفرق بين اللي بيتخطى واللي بيهرب. اللي بيتخطى بيواجه، بيتقبل، وبيمشي بخطوات بطيئة لكنها ثابتة، وبيفهم في الآخر إن السلام مش حاجة بيلاقيها، السلام حاجة بيخلقها جوه نفسه. فكر فيها كده، كل وجع مر بيك كان بيقربك أكتر من حقيقتك، كل مرة اتكسرت كنت بتتبني، وكل مرة فقدت حد كنت بتلاقي نفسك. التخطي مش طريق مستقيم، بس هو الطريق الوحيد اللي يوديك لنورك الحقيقي. افتكر دايما إن التخطي مش ضعف ولا قسوة ولا أنانية، هو شجاعة إنك تختار نفسك بعد ما الدنيا كسرتك، هو وعد بينك وبين روحك إنك مش هتسيبها تضعف تاني. كل شيء هيهدى وهتبتدي من تاني، بس المرة دي هتختار نفسك الأول. بص، التخطي مش بيحصل فجأة، مش قرار بتاخده وتنام تصحى تلاقي كل حاجة راحت. هو عملية فيها أيام تحس إنك تمام، وأيام تانية كل حاجة ترجع وجعها من أول وجديد، وده طبيعي جدا. الشفاء مش خط مستقيم، فأول حاجة لازم تفهمها، اسمح لنفسك تحس، ما تهربش من وجعك، سيبه يعدي جواك من غير ما يحكم عليك. اللي بتكتمه النهاردة هيصرخ بعدين بصوت أعلى. تاني حاجة، افصل بين الذكرى والواقع. اللي حصل خلاص، بس دماغك بتفضل تفتح الفيلم كل يوم، كل مرة تلاقي نفسك بتفكر في التفاصيل،
قول ده كان، مش دلوقتي. اللي أنا فيه دلوقتي محتاجني أعيش مش أستنزف نفسي. تالت حاجة، اكتب. اكتب اللي حاسس بيه، حتى لو كلامك مش مترتب. الكتابة مش عشان حد يقرأ، دي طريقة تخرج بيها التعب من دماغك وتحطه على ورق. ساعتها تحس إن الحمل خف شوية. ولو مش بتحب الكتابة، اتكلم مع نفسك بصوت هادي كأنك بتطبطب على صاحبك. رابع حاجة، اهتم بنفسك من جديد. ابدأ بالعادات الصغيرة: كوباية مية الصبح، تمشية 5 دقايق، ريحة عطر بتحبها. كل تفصيلة بسيطة بتقولك أنا لسه هنا ولسه أستحق أبقى بخير. اهتم بنفسك حتى لو مش حاسس بدافع. أوقات الاهتمام بيجيب الدافع مش العكس. خامس حاجة، ابعد عن اللي بيستهلكك، سواء كان شخص، عادة، أو حتى فكرة. مش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تثبت لحد إنك بخير. كفاية تثبتها لنفسك، لأن اللي بيتخطى فعلا بيفهم إن السلام أهم من التبرير. وسادس حاجة، سامح نفسك على كل مرة رجعت، على كل دمعة نزلت، على كل ضعف خليك تعيد نفس الغلط. سامحها، لأنها كانت بتحاول تفهم وتتعلم. اللي بينسى يسامح نفسه بيعيش في حرب عمرها ما بتنتهي. وفي الآخر، التخطي مش إنك تبقى قوي طول الوقت، هو إنك تبقى صادق مع نفسك وتقول أنا بتعافى، حتى لو ببطء. مش لازم تكون زي الناس، كفاية تكون صادق مع وجعك ومع طريقك. اختار نفسك، سامحها، وصدق إنك ماشي في السكة الصح، حتى لو لسه الخطوات بطيئة. في الآخر، التخطي مش بطولة بتتاخد مرة واحدة، هو اختيار متكرر كل يوم. كل صباح بتصحى، بتواجه نفسك وبتقول النهاردة كمان هكمل. مش لأنك نسيت، لكن لأنك قررت متفضلش أسير اللي وجعك. كل مرة تضحك فيها بعد وجع، دي مش صدفة، دي علامة إن روحك أقوى من اللي حصل. كل مرة تختار السكوت بدل الجدال، دي مش ضعف، دي نضج. كل مرة تمشي بعيد عن حاجة بتستنزفك، دي مش خسارة، دي نجاة. التخطي مش إنك تقفل باب، هو إنك تفتح باب جديد جواك. تكتشف إنك مش محتاج حد يثبت لك قيمتك، ولا حد يغيرك. أنت نفسك التغيير اللي كنت مستنيه. في قلب كل نهاية في بداية جديدة بتتنفس، بتطلب منك خطوة، خطوة صغيرة بس صادقة. لو وصلت للنقطة دي، اعرف إنك عديت مراحل ناس كتير واقفة عندها. اعرف إنك قوي، حتى لو لسه بتتوجع. القوة مش إنك ما تتأثرش، القوة إنك تتألم وتكمل. افتح الشباك، خد نفس، بص حواليك. الدنيا لسه فيها ألوان، ولسه جواك حياة تستاهل تعيشها. اختار نفسك وكمل الطريق، لأن اللي جاي مش سهل، بس أكيد أجمل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من بودكاست منديل. حلقة عن التخطي، عن القوة اللي بتتولد من الوجع، وعن السلام اللي بيجي لما تبطل تحارب نفسك. ما تنساش تشترك في قناة منديل على يوتيوب علشان نكمل سوا الرحلة دي، رحلة الوعي والراحة واختيار النفس. خليك دايما فاكر، في كل مرة تختار نفسك، ربنا بيقويك خطوة كمان ناحية السلام. كنت معاكم في قناة منديل، صوتك الداخلي اللي بيطبطب عليك لما الدنيا تسكت.